كتاب صوتي، قصص أولمبية لم يرويها أحد، للمؤلف محمد الشريف. قصص لم يرويها أحد. تفطنت مبكراً إلى أن الألعاب الأولمبية ليست مجرد مسابقات ومباريات بين البعثات الرياضية إلى مدينة ما، في بلد ما، في حيز زمني ما، تقيم فقط بمن فاز ومن خسر، أو بعدد الميداليات التي يحرزها هذا البلد أو ذاك، أو بورقات ملونة وتقارير إخبارية تعرض على قنوات تلفزيونية حول العالم. بل هي أهم من ذلك وأعمق، إلى حد أنها نالت مني شغفاً عظيماً شغل البال والاهتمام. رحت أبحث في أعماق الألعاب عن القيمة والمعنى والهدف الأسمى والأدنى، ليتأسس الوعي بالحدث الرياضي الذي ظاهره مسابقة بدنية وباطنه تجربة إنسانية شخصية. أضعها بين يدي القارئ، فإذا وجد فيها ما يفيد سأكون سعيداً. أساسها حس وتثمين لعلاقات إنسانية من وجهة نظر خاصة، تمجد الحق والفضيلة والجمال، وتمقت الميز والاستعلاء، فتبقى التناقضات محدودة في مربع التسامح والقبول بالتنوع والآخر. أكد في ذلك الميثاق الأولمبي ودعا رياضيو الأمم والشعوب إلى الالتزام به وتطبيق مواده بدقة، فهو عصارة القيم الإنسانية التي تحفز على الخير إذا طالته النزوة البشرية الميالة للظلم والسيطرة والاستيلاء بدون وجه حق. المهم أن الألعاب الأولمبية الحديثة منذ أن عرفت النور في مهدها أثينا عام 1896 عملت على لم شمل شباب العالم ووثقت رسميا فعالياتها ونتائجها. أما الانتهاكات والتجاوزات التي سكتت عنها السجلات الرسمية فنحن نرويها ونضعها تحت دائرة الضوء قبالة إنجازات وتضحيات منحت الشرف والمجد للفرسان النبلاء. كل ذلك من خلال رؤيتنا للأحداث والحيثيات التي ثبتت لدينا عبر تجربة غير قصيرة في المجال الرياضي والأولمبي، لتكون محاولة لفهم أفضل للظاهرة الرياضية وتحديداً الأولمبية منها وتأثيرها في النفس والسلوك وطباع البشر. كتاب صوتي، قصص أولمبية لم يرويها أحد، للمؤلف محمد الشريف.